احمد حلمي في المسرحيه بتاعته بيسلم على الصف الاول، قال هزار سخيف مع واحد هو اصلا يعرفه. مصر صف اول ده اكيد معزوم، ده اكيد معزوم. وبالمناسبه احمد حلمي ما يقصدش ان هو يهين المصريين ولا حاجه، لان هو اصلا يعرف الراجل، هو بيهزر هزار سخيف ودمه تقيل. المشكله بقى ان هزاره السخيف ده جه على الجرح. الموضوع اكبر من احمد حلمي. احمد حلمي ما يقصدش انه يهين الناس، الموضوع اكبر منه. في مقوله كده بتقول ان الهزار نص الجد. للاسف احمد حلمي لما هزر الهزار السخيف ده جه على الجرح جامد. هو ما يقصدش انه يهين المصريين للمره الالف. انا ظني الشخصي ان الراجل ده ما يقصدش اطلاقا ان هو يهين المصريين او ان هو يهين الراجل المصري، انه يقول له انت مصري، ده انت اكيد بقى ما انتش لاقي تاكل، ازاي تقطع تذكره صف اول، انت اكيد جاي مدعي. مع ان هو على فكره طالع اعلن ان هو اللي داعيهم، وحتى من قبل ما يعلن انا ما كنت شبه متاكد ان هو ما يقصدش، لكن هو هزار سخيف. الهزار السخيف ده جه على الجرح. جرح ايه؟ ان للاسف المصري بره بيقبل باي حاجه، شغلوني اي حاجه. انما المصري لما تكلموا اي حاجه ان شاء الله خدام، شغلوني خدام. إيه يا جدعان؟ يجي الراجل الكويتي ولا ايا كان جنسيته، انا بضرب المثال بالكويتي لانه ده مثال امن، يجي الراجل الكويتي يلعب معاه ملاكمه، خلاص العب يا باشا ملاكمه وانا هتفرج عليك وانت بتلعب. للاسف مش هقدر اشترك معاك في اللعب. انما هل المواطن الكويتي ده مثلا كان يقدر ينزل يلعب ماتش الملاكمه ده مع مواطن اسرائيلي مثلا او مع مواطن امريكي؟ لا، ما كانش هيقدر يلعب مع ماتش الملاكمه ده. اولا لان المواطن الامريكي او الاسرائيلي او ايا كان يعني الجنسيه الاخرى، او حتى يا سيدي لو المواطن ده سعودي مثلا، مش هيشتغل الشغلانه دي، مش هيقبل ان هو يشتغل الشغلانه دي، لانه ما عندوش، هو ما يقبلش انه يشغلوني اي حاجه ان شاء الله. الله خدام. كل الشغلانات حلال وكل حاجه، لكن هو المواطن ده مش هيقبل ان هو يسيب بلده ويروح يشتغل الشغلانه دي. فاحنا هنا نمسك في ايه اللي خلى المواطن ده يقبل اصلا ان هو يشتغل الشغلانه دي؟ ايه اللي خلاه يسيب اهله وناسه ويروح يقبل ان هو يشتغل الشغلانه دي في دوله تانية؟ فالموضوع اكبر من احمد حلمي بكتير. فده السبب الاولاني. السبب التاني بقى ايه؟ ان المواطن الكويتي مدرك تماما ان المواطن التاني ده الدولة بتاعته مش هتطلع تقول دي حادثة فردية، لا، ده الدولة بتاعته هتيجي تلعب معاك ومع الدولة بتاعتك كلها ماتشات بقى، بطولة ملاكمة بقى. عشان ايه؟ عشان المواطن ده يا باشا فكرة. المواطن ده ما بيعبرش عن نفسه. ان انت تنزل تلعب معاه ماتش ملاكمة ونشوف الحاجات اللي احنا شفناها طول السنين اللي فاتت، ده ما بيعبرش عن نفسه، ده بيعبر عننا. تهزر معاه يبقى انت بتهزر معانا، تلعب معاه يبقى انت بتلعب معانا، واللي يلعب معانا يستحمل. هو مدرك ده تماما، فعشان كده عمره ما يعمل الكلام ده مع اي حد تاني، انما يعمله معانا ليه؟ حادثه فرديه. لانه عارف الرد، عارف اللي هيحصل، لانه من امن العقاب اساء الادب.